السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة حاجة بس بسيطة، حبيت أنوه أي عميل أو أي حد بيركب جبسن بورد، يا ريت رجاء يعني بتاع الجبس وهو بيقفل لك الشغل بتاعه ما تخليهوش يسيب بين السقف وبين الحيطة بالمنظر ده لازم يتشيش، لازم يتحط هنا شاش وبعد كده يتقفل عليه. ليه؟ هنيجي حضرتك تبص تلاقي كده، ثواني بص اهو هو مقفل بالمعجون وخلاص، فطبعا اقل خبطه في الجبس بيقوم فاصل كده اهو. تمام. فدلوقتي يعني حرام انا هضطر ان انا اقفل الشغل كله بالشاش على حساب مين؟ المفروض ان هو ده شغله يسلمه لك متشيش ومتروق عليه، لكن بالمنظر ده كده هو واخده كله كده مقفله بالمعجون، ما ينفعش. لو الصناعي يقفله لك كده اقول له يا باشا اسف، يا اما الشغل يتشيش ويتشد كويس ويتقفل كويس، يا اما ما تجيش ناحيته. لكن بالمنظر ده كده الشغل كله كده حرام. انا حاليا الوقت اللي ههلكه ده على حساب مين؟ اهو كله معمول بالسكينه وخلاص. لازم يتحط هنا شاش، اقل خبطه في الجبس او في تمدد او اي حاجه بيروح جاي فاتح بعد كده، وطبعا عمره ما بيظبط، فلازم يتحط له شاش. يعني بصوا انا خبطت هنا خبطه بسيطه، مش عارف هي هبام اهي بانت اهي، شايفين؟ شايف انا بزقه بصوابع اهوت، لازم ينمل. هتيجي في التشطيب وهتقرفك في كل حاجه. شايفين البلانكو وجماله؟ شايفين الجمال؟ يعني الواحد يعمل ايه بصراحة؟ تعبنا من الصناعية وتعبنا يا جدعان، طلعوا شغل نضيف، انتوا بتاخدوا حسابكم يعني، فيبقى الشغل كويس وريح اللي هيجي يشتغل بعدك. لكن بالمنظر ده كده حرام يعني. ليه كده؟ كل السقف بالمنظر ده، يقول الزبون هنعمل لك بلانكو يا فرحتي. الزبون طبعا ما يعرفش، هو شايف السقف ابيض ومنور، ما يعرفش ايه اللي فيه. يلا الحمد لله، الله المستعان. كده بعد ما حطينا الشاشة اهوت يا جماعة، وبعد كده هنرجع نمشي عليه بالسكينة تاني وننضفه ونخليه زي ده كده. ده كده اللي اتقفل اهوت. تمام. كده تضمن ان الجبس ما يفتحش تاني بعد كده. وبعد كده بقى نبقى ندي الصلة ونسحب الجدران بتاعتنا. تمام كده. ده كده محطوط مؤقت، وبعد كده بندوس عليه بالسكاكين تاني.